نبدأ بس بمقدمة بسيطة ومن خلالها هنخش في موضوع الحلقة بتاعتنا. المقدمة البسيطة ان انا عايز اتكلم عن حالة صحابي اللي هم من ساعة ما اتولدوا وهم اتولدوا في بيئة هي ما بتدعوهمش غير للفشل. اي فشل بيجي معاه معاناة وألم، لان اي حاجة انت ما بتعرفش توصل لها في حياتك انت بالتالي بتتحول كده لألم ومعاناة، وبطول الوقت بتحاول تهرب من نفسك علشان انت خاطر ما عرفتش توصل لأي حاجة زي دي. ما بالك بقى لما تبقى متربي في البيئة دي من ساعة ما اتولدت لحد ما هتموت، فهي ما بتدعوكش لأي حاجة غير انك انت تفشل، ما بتدعوكش لأي حاجة غير انك انت تتضرر، ما بتدعوكش لأي حاجة غير كل ألم ومعاناة. انا بحكي عن حالة صحابي وفي ناس كتير هينطبق عليها الكلام ده، فبشكل عام يعني الحلقة لو هتوجعك يعني انا هتكلم في اخرها عن شوية حلول وحاجات معينة نعملها. فبشكل عام يعني عايز اتكلم عن حالة صحابي هو من ساعة ما اتولدوا وهم بيقضوا اكتر من 20 سنة بيتعلموا ويفضلوا يدرسوا ويفضلوا دروس ويفضلوا حصص ويفضلوا مروح وميجي وألم ومعاناة وضرب في المدارس وحوارات وقصص عشان في الاخر حاجة ملهاش لازمة. يعني عشان في الاخر ما بياخد شهادة هي ملهاش اي 3 لازمة، حرفيا ما بيعملش اي حاجة بيها. يعني صاحبي ده فاهم اللي هو قعد عمره كله في التعليم بقى وفي الاخر خد شهاده ملهاش اي 3 لازمه خالص، بعد ما اتفحت وبعد ما عمل بعد كده يخش الجيش ويطلع منه برضو متدمر. هو فاهم، ونبقى نعمل حلقه برضو عن المواضيع دي. هو ما عملش حاجه، بعد كده اكتشف ان هو صفر. طب عايز ينزل يشتغل، الشهاده ملهاش اي 3 لازمه، لان سوق العمل غير اللي اتعلمه في الكليه. يكتشف ان لازم يعمل حاجات تانية، ويكتشف اصلا ان الكليه مش جايبه له شغل. يعني الكليه اصلا اللي هو خدها هي مش جايبه له شغل ولا جايبه له اي حاجه، وحتى لما بتجيب له شغل فبتجيب له شغل بمرتب معفن. ده لو جابت له بتجيب له شغل بمرتب معفن، المرتب ده ما يخلوش يروح جيم وياكل بروتين كويس، يعني فاهم. فيكتشف ان هو بقى عنده 25 سنه وحرفيا عنده رغبات جنسيه، عنده رغبات عاطفيه هو مش عارف يلبيها، ونظرا لان هو محطوط في البيئه دي طول الوقت ما بتدعموش. البيئه دي ما فيش فيها حد بيبل ريقه بكلمتين ولا حد بيقول له اي كلمه حلوه، فالواد اصلا طالع متدمر، الواد اصلا مفشوخ، الواد اصلا يقعد معايا على القهوه ابص على ايه بايظ، فاهم اللي هو مش مقتنع خلاص انه هينجح، مش مقتنع خلاص ما فيش. فانا بحكي لك عن حاله صحابي اللي هو ده العادي لما يعوز يفكر يتجوز يبتدي يحسبها بالمرتب بتاعه بالحاجات بتاعته، يكتشف ان هو مش هيعرف يتجوز، فبالتالي يفضل يدور على أسوأ نوع زوجة ممكن ياخده. وانا هتكلم بصراحة جدا بقى في الفيديو ده، يبتدي يدور على واحدة وحشة عشان خاطر تقبل بيه، فاهم. يا اما مثلا لو هو حلو وعرف مثلا عنده جينات حلوه ولا عنده حاجه حلوه ولا عنده شكله مثلا حلو، برضه بيقع في واحده كده فاهم وحشه، يعني فاهم اللي هو يمشي معاها الدنيا بس مش هي اللي بتبقى، مش هي اللي بيبقى عايزها خالص. وحتى لما بيقع معاها دي يكتشف ان هو دخل مع ابوها فعايزين يمشوا الدنيا، مش عايزين نعمل فرح، مش عايزين بتاع، وهو اصلا مش دي الحياه اللي كان عايزها خالص فاهم. فهو الواد متدمر. هو يكتشف ان هو حتى عشان خاطر يعيش الحياه التافهه اللي هي في اطارها العادي دي، يكتشف ان هو عايز يشتغل 5 6 7 سنين عشان خاطر في الاخر يتجوز. فاكتشف نفسه ان هو عنده 32 سنه ولا 33 سنه وابتدى يعني ياخد الخطوه واخدها بشكل معفن، لا عامل فرح حلو ولا واخد زوجه حلوه ولا الزوجه اللي في نفسها فيه، ولا حتى هو نفسه متظبط ولا عارف يظبط جسمه ولا شكله ولا عارف يظبط لبسه، يعني يا دوبك بس فاهم اشترى له هدمتين حلوين عاش بيهم. وبعد كده اكتشف نفسه لما اتجوز يكتشف ان هو دخل في دايره ان هو مش عارف يتعامل مع الزوجه دي وان هو كارهها وجاب منها عيل، فهيعيشوا في نفس النمط تاني. فهو الحياه من ساعه ما اتولدوا لحد ما يموت. انا بقول لك ان انا حاسس بيهم، وده موضوع الحلقه بتاعتنا بقى. ان للاسف هل في ظل الظروف دي انت هتلاقي منهم واحد بيحبك وانت بتنجح؟ انت هتلاقي واحد منهم بيحبك وانت بتعمل حاجه مختلفه؟ مستحيل من رابع المستحيلات. ولما تلاقي حد سوي نفسيا برضه بتلاقيه بيلومك، برضه بتلاقيه كده باصص لك في حاجتك، برضه بتلاقيه يعني فاهم عايز يصطاد لك اي حاجه وحشه انت عملتها ويكبر منها ويقول لك بس اللي انت عملته ده وحش ومالوش اي 3 لازمه. فانا عارف اللي هو هل صحابك دول يعني هل الظروف اللي هم انا بقول لك ان انا حاسس بيهم وانا حاسس برضه باصحابي وانا عايش نفس المعاناه زيك. هل اصحابك دول هيحبوا لك الخير وانت بتنجح؟ هيحبوا لك الخير وانت بتعمل حاجه مختلفه؟ هيحبوا لك الخير وانت فكرت خارج الصندوق وقلت لا انا والله مش هتجوز غير لما اعمل 1 2 3 والواحد 2 3 لازم يتعمل لهم 1 2 3 ولازم نعمل كذا كذا؟ هتلاقيهم بيكرهوك. ليه؟ لان هم اساسا بينزلوا القعده، هم بيهربوا من الواقع، هم تلاقيهم بينزلوا بيهلسوا مع بعض. اللي مش هيشرب سجاير في القعده ده هيبقى وحش، اللي مش هيشرب حشيش في اي فرح ده بيبقى ضايع. لا لازم كلنا ننزل نشرب مخدرات، لان احنا اساسا المخدرات بادئينها من واحنا مع بعض. المخدرات مش مجرد بقى سجاير وحشيش بقى، لا احنا لازم ننزل في القعده نهرب
الهروب، المخدرات هي نوع من انواع الهروب، نوع بتخدر احساسك بالالم والمعاناه. فانت اساسا حاسس بالم ومعاناه طول اليوم، فانا اعمل ايه بقى؟ انزل اقعد في القهوه مع اصحابي. لما انزل اقعد في القهوه مع اصحابي هنهزر هنهلس، حتى لو حد فينا اتحكى عن مشاكله بنعلق على بعض، اللي هو ده انا مشكلتي اكبر منك، ده انا عايش معاناه اكتر منك، ده انا عايش كذا اكتر منك. وتبص بقى تروح تلاقي بقى ايه؟ ظهر الشيطان، والشيطان دخل ما بينكم. الواد اقسم بالله يعني قلبه ابيض وكل حاجه فيه حلوه، بس سبحان الله لما انت مثلا تتعرف على بنوته جميله، ولا تبقى موافقه بيك، ولا هي تحبك، ولا تحصل لك اي نوع من انواع اللي هو انت حبيت واحد، تلاقيه برضه يعني فاهم بيحقد عليك، هو مش عايزك تحب واحده حلوه. هو فكره ان انت في واحده عجبت بيك دي، هو مضايقاه حرقاه والله من جوه. والله ليه؟ ما هو برضه مكبوت الراجل، هو الراجل مكبوت، هو الراجل نفسه برضه يتحب بس هو ما تحبش، فاهم؟ نفسه يعيش قصه حب بس معاش، نفسه يتبعت له مسجات وتترن عليه زي ما بيترن عليك، بس انت لا، بس تلاقيه بيحقد عليك. لما تقوم تروح جيم كده وانت قاعد معاهم، تقول لهم مثلا انا والله نازل رايح الجيم، يا عمي هو اللي راح الجيم عمل ايه؟ ده كده كده هنموت بصحه جيده. فتلاقي كده كميه احقاد بتظهر، انت بتحسها، وتحس ان هم ايه ده يا جدعان؟ هم بداوا يكرهوني ليه؟ هم بداوا يطلعوني مسرح ليه؟ هم بداوا كده يعني فاهم كلامهم وحش؟ ما ينفعش. فليه ما ينفعش؟ لان احنا نازلين القعده دي كلها مع بعض نهلس يا باشا، نازلين نضيع وقت بعض، نازلين واحنا قاعدين كده انا متخدر، انا قاعد معاك مش بفكر في احلامي ولا بتاع، انا قاعد بهلس معاك، ولو اتكلمت معاك في مشروع هتكلم معاك في مشروع كتاكيد، هنهلس سوا تمام. انما هل احنا ننجح؟ لا. هل الشله دي وانت قاعد معاها الشله دي بيحبك؟ لا. طب في ناس كتير قوي انا اكتشفت ان هم بيستخدموا موضوع الصحاب ده نوع من انواع الهروب، وتكتشفوا ان انتوا الاربعه قاعدين فشله زي بعض. يعني انتوا لو 4 ولا 5 ولا 6 قاعدين مفيش ولا واحد فيكم ناجح، بسم الله ما شاء الله، والناجح اللي فيكم بتفشلوه، واللي بيروح فيكم جيم بتبوظوه، اللي هو يلا يا عم ما نطلب بيتزات، يا عم ما نطلب كذا، يا عم ما كذا، وبص وكلكم كده تجروا بعض على شغلانات كلها زي الزفت، كلكم تجروا بعض على حاجات كلها زي الزفت. اللي شغال كاشير ياخد التاني معاه كاشير، وانا اساسا شغلانه الكاشير دي انت لو هتشتغلها، وانا بنتكلم في حلقه كامله عن فيديو الشغل، بس هقول النقطه دي، اللي هو انت المفروض تشتغل كاشير لغرض معين توصل بيه لفلوس معينه بعد كده تتطور منها من خلالها. يعني مش هينفع تقعد طول عمرك كاشير، وانت اساسا لما تيجي تشتغل كاشير تكتشف ان الفلوس اللي جايه على قد اللي رايح، فانت لازم تفكر لها بره الصندوق، لازم تعمل حوارات وقصص هنبقى نتكلم عنها كتير، وتختلف القصص والاقاويل في الموضوع ده. بس تكتشف ايه؟ ان انت قاعد مع اصحابك، اللي شغال شغلانه معفنه عايز يلم صاحبه اللي معاه يشتغل مع نفس الشغلانه المعفنه، بس لو اشتغل شغلانه حلوه، لو واحد ربنا كرمه، لو واحد ربنا كرمه باي شيء، كرمه بحب واحده، كرمه بجوازه حلوه، كرمه باي حاجه، احنا كلنا لا ما ينفعش ده ما يقعدش معانا، احنا اتخنقنا منه، بنشوفه نتضايق، لازم نغيظه، لازم نستفزه. ايه ده انت بتروح جيم؟ ايه ده انت بتاكل اكل هيلسي؟ انت هتموت بصحه جيده ولا ايه؟ انت فاهم اللي هو بتلاقي الاحقاد ظهرت، تلاقي الاحقاد، تلاقي شياطين قاعده معاك، تلاقي في ناس قاعده كده اللي هو لا احنا نضيع وقت، احنا لازم نضيع وقت. فلازم تدرك كده وتاخد لبالك ان الناس اللي انت بتقعد معاها دي هي فعلا بنسبه كبيره من جواها لو انت اتطورت هم بيحبوكش. ليه؟ نظرا للظروف اللي هم فيها، لان هم نفسهم يعملوا اللي زيك بس هم مش عارفين يعملوه، فاهم؟ طب انت حاولت حتى تنصحهم، مش كل اللي هيسمع كلامك ومش كل اللي هيسمع نصيحتك هيكون عايز يطبقها، لان هو ما بيبقاش قادر يطبقها. ليه؟ لان هو طول الوقت حاطط في دماغه انا بكره هكون كويس، انا بكره هنجح، انا الواد هادي ده بيروح جيم وبياكل اكل صحي، بس انا يوم ما اروح جيم انا هعمل فورمه في شهر، غيره هو بقى قاعد بقاله فتره فمش عارف يعمل فورمه. فهو مش عايز يستغنى عن الفكره دي، هي الفكره دي مريحاه. ليه مريحاه؟ لان هو لو نزل هيكتشف ان الحوار صعب، هيكتشف ان الحوار يا لهوي تحقيق الاحلام صعبه، تحويل جسمك من جسم لجسم ده صعب جدا. هو مش عايز ينزل فيضحي بالفكره اللي مريحاه، اللي انا بكره هكون كويس، بكره هصنع محتوى. يعني انا اغرب في ناس كتير قوي معايا بقول لهم تعالوا نعمل كذا، تعالوا نعمل كذا، تعالوا نعمل كذا مع بعض، خالص لا، تعالى نقعد مع بعض نضيع وقت نخرب الدنيا كده، فاهم؟ يلا حياتنا تبوظ. فبشكل عام انت لازم تدرك تماما ان الناس اللي انت بتقعد معاها دي يا ليك يا عليك بجد، عشان نجيبها لك على بلاطه. فايه الصح في الجيل اللي احنا فيه؟ على فكره انا قعدت فتره برضو اللي انا عايز اغير اصحابي، عايز اغير الناس اللي بقعد معاها، اكتشفت ان كل واحد يعني لما تروح حتى لشله تانية غنيه برضو تلاقي نفسك عايش في قرف. يعني فاهم اللي هو الموضوع مش موضوع غنى فلوس، ولا تلاقيهم برضو بيعملوا علاقات فاهم زنا وحوارات وقصص، اللي هو انا يا جدعان ايه ده يا جدعان؟ ايه انا فتحت بوابه المسيح الدجال ولا مش عايز دول؟ تروح تنزل مع الفقراء تبص عليهم بيحقدوا عليك وبيغض، لا ايه. فلا، الحل انك انت تبقى واعي، تقسم الناس لرباع. عارف يعني ايه تقسم الناس لرباع؟ تحط كل واحد في الربع اللي يريحه. والله العظيم الواد ده لما بتكلم معاه في الرياضه بيسمع كلامي، خلاص ده انا هقعد معاه اتكلم معاه في الرياضه. ده بتكلم معاه في الشغل وفي النجاح بيسمع كلامي، هتكلم معاه في الشغل والنجاح. ده
اقعد معاه اتكلم معاه في الدين ونروح نصلي وتبقى الدنيا بتاعتنا تمام. تقسم الناس لرباع وما تدخلش وما تحطش اصحابك في دايره ان هم دول الربع بتاعي، وهم بص مش الربع بتاعي، هم دول الكامله بتاعتي، فانا هنزل اديهم الاربع ارباع بتوعي واقعد معاهم واضيع معايا وقتي. لا، قسم الناس لرباع. مفيش صحاب دلوقتي كامله. الصاحب اللي بيبقى معاك النهارده بكره بيخسرك بسبب بيت، بسبب سفر، بسبب فلوس، بتبص رحت ليه خسرك. انت تقتنع اللي هو ايه، اللي هو انا عمري في حياتي ما صاحبي تخسرني عشان بت ولا بتاع. بس لما تيجي البت المناسبه الحلوه الجميله الفشيخه اللي تبقى عايزاك وتبقى وسيط بينك وبينها، تكتشف ان انت يعني فاهم حصلت حوارات وقصص كتيره قوي من صاحبك اللي هو انت اتكسفت، فاهم. فاللي انا عايز احكي لك ايه، لا، قسم الناس لرباع. انت عارف ان صاحبك ده ما ينفعش تتكلم عنه في مع على الجيم ولا التطوير ولا حاجه زي كده، ما تحكيلوش ان انت بتروح جيم، ما تحكيلوش ان انت بتروح جيم. انت عايز تكسب فيه ثواب وتقول له تعالى روح مع الجيم، هو بنفسه لما يشوف جسمك اتغير وتحسن وظبط كده ويقول لك انت بتعمل ايه، قول له انا بروح جيم. ساعتها هو عنده استعداد يسمعك وعنده استعداد يروح معاك لو انت بتحبه عايز توديه. بس قسم الناس لرباع، قسم الناس لرباع. الربع اللي انت هترتاح فيه في الكلام في الجيم اتكلم معاهم في الجيم وكل معاهم اكل صحي، انما الربع اللي مش ترتاح فيه وقاعد معاهم تتبسط ولا قاعد معاهم للخروجات ولا قاعد معاهم كده، يعني ما مش لازم تطلع لي من الشنطه بتاعتك فاهم اكل صحي وتاكل قدامهم وهم ضاربين بيتزات وبتاع، هم يقولوا تطلب بيتزا اقول لهم مش عايز اطلب، فاهم. خلي دماغك دي شغاله. قسم الناس لرباع، قسم اصحابك لرباع، لان احنا في عصر الدنيا فيه بايظه، الدنيا فيه عطلانه. هم طول الوقت بيهربوا من مشاكلهم، بيقعدوا مع بعض يهربوا من مشاكلهم، وعايزينك انت كمان تهرب من مشاكلك. انما تنزل معانا وانت بتنجح، تنزل معانا وانت بتتطور، لا ساعتها انت بص انت كده حسستنا ان احنا كمان نقدر ننجح ونقدر نتطور، فده في حد ذاته فاهم اللي هو عيوب مننا احنا، فزودت القلم اكتر، فاحنا نكره عادتك. فانت عشان هم ما يكرهوش عادتك خلي الدنيا حلوه تماما، وهتلاقيهم كلهم مع الوقت جولك وبيحكوا لك اللي هو نعمل ازاي كذا، ازاي نعمل جسم كويس، ازاي نعمل كذا، اول لما يشوفوا التاثير عليك. انما في البدايه كله هيفشخك يا باشا، كله هيمسك كده رجلك يفشخها ويكسرها ويظبطها. فانا مش هصور اكتر من كده في الفيديو، بس قسم اصحابك لرباع تقدر ترتاح فيها، الربع ده غير الربع ده غير الربع ده.